علم النفس الجستالتي او علم النفس الشكلي هو علم بيحاول يدرس عقولنا واحنا بنفهم العالم اللي حوالينا. وقلنا ان الجستالت فلو هي مبادئ بتشرح ازاي عقولنا بتدرك الفيجوال اليمنتس وازاي عينينا بتشوفها، وبناء عليه عينينا بتنظمها في انماط بتخلينا نفهم معناها بشكل اسرع. وفهمنا لده مش بس بيخلي تصميماتنا شكلها اجمل ومنظمه اكتر، لكن كمان بيخليها سهله الفهم والاستخدام. فمن قوانين جستالت قانون السيميلاريتي، واللي بيقول ان العناصر اللي ما بينها تشابه بصري في اي خصائص زي اللون او الشكل او الحجم، عقلنا بيتوقع ان في الاغلب ليهم علاقه ببعض او بيأدوا وظيفه مشابهه. لو حاسس انها بديهيات برضو خليني اقول لك مثال. لو بتقرا ارتكل ولقيت ان في تكست لونه ازرق زي ده، بتفهم منه ايه؟ اكيد بتفهم تلقائيا انه لينك بتقدر تضغط عليه وهيفتح لك صفحه تانية ليها علاقه بالتكست اللي لونه ازرق ده واحد من تطبيقات السيميلاريتي، لانك اتعودت ان اي تكست بيبقى باللون غالبا بيبقى لينك في اغلب المواقع، ولو طلع مش كده هتحس ان في حاجه غلط. وفي مثال تاني في الابليكيشن تقدر تصور او تابلود فيديو تهنئه لاي حد في مناسبه معينه، فهتلاحظ هنا ان زرار الريكورد اند ابلود والايكون اللي فوقيه ليهم نفس اللون، وان بشكل تلقائي خلى اغلب المستخدمين يتوقعوا ان هم ليهم علاقه ببعض. يعني لو ضغطت على الايكون او على البوتن هعمل نفس الاكشن، فكتير من المستخدمين كان بيضغط على الايكون فيلاقي ان هي ما بتعملش اي اكشن، وان هي كانت شكل ديكوريتيف مش اكتر. ده برضو بسبب السيميلاريتي. مثال كمان على السيميلاريتي في استخدام اللون، لو جربت قبل كده تبعت استفسار لخدمة العملاء في مكان ما عشان تسأل عن مشكلة بتواجهك، فانت ممكن تكون شفت السكرين دي قبل كده اللي بتختار منها نوع استفسارك وبتكتبه وبتبعته. في الوضع اللي قدامنا انت عندك اكتر من اكشن تقدر تعمله زي الكنسل والاد اتاتشمنت والسبميت، لكن مش حاسس علشان كلهم لون واحد انت ما قدرتش تدرك بسرعة ايه الاكشن الاساسي. وجود اكشنز كتيرة بنفس اللون والشكل بيخلونا ندرك بمنتهى التلقائية اللي هم ليهم نفس الاهمية، وده برضو تأثير السيميلاريتي. وزي ما قلنا السيميلاريتي هي ممكن تكون بسبب اللون او الحجم او الشكل، علشان كده لو كنت في ابلكيشن او ويب سايت بيعرض مجموعه من البرودكتس هتلاقيهم واخدين نفس المقاس، ولكن ممكن يستخدم مقاس مختلف علشان يعمل اعلان لبرودكت معين. اللون والشكل والحجم من اهم العناصر البصريه اللي احنا ممكن نطبق بيها السيميلاريتي، لكن برضو مش هي الخصائص الوحيده. التعديلات اللي ممكن تعملها على الخط زي اللي هو يكون مايل او بولد، والانيميشنز اللي موجوده في الابلكيشن او الويب سايت ممكن تستخدم برضو علشان نطبق السيميلاريتي بفعاليه. ما تنساش تقول لنا على مثال في الكومنتات لاحظت فيه استخدام السيميلاريتي سواء كان بشكل صح او غلط. جاء وقت السؤال، عايزاكم تقولوا لنا في الكومنتات المثال ده استخدم السيميلاريتي بشكل ناجح ولا لا وليه. وما تنساش تتابعنا عشان هنتكلم اكتر عن الفيجوال ديزاين ومواضيع تانية كتير.